السلام عليكم. تضمن جدول الامتحانات تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي للتلاميذ السنة الخامسة هذه السنة استظهار القرآن الكريم وتلاوته بالنسبة لمادة التربية الإسلامية. وأكد أستاذ بمرحلة التعليم الابتدائي في تصريح له أن التلاميذ سابقا كانوا يقومون بكتابة الصور القرآنية والآيات ولا يرتلونها في الاختبارات، وبالتالي فإن الأستاذ كان يضع علامة على كتابة الصورة القرآنية وليس تلاوتها. لكن هذه السنة وفي الامتحان الجديد الخاص بتقييم مكتسبات التلاميذ الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية سيتم تلاوة القرآن والآيات لمعرفة قدرات التلميذ وهل هو مكتسب للمادة أم لا. وقال المتحدث إن مادة التربية الإسلامية يتم تقسيمها إلى ميادين عدة تتمثل في العقيدة والعادات، القصص والسيرة النبوية، إضافة إلى تهذيب السلوك وكذا القرآن الكريم. وفي هذا الميدان كان التلميذ يقوم بالحفظ وكتابة ما حفظه على ورقة الإجابة، وهكذا يكون التقييم. لكن هذه السنة فإن التلميذ مجبر على تلاوة القرآن الكريم.